بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، بس قبل ما اقول الفيديو لو سمحتوا اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك وشير عشان قناتي تكبر بيكم، فضلا وليس امرا. لو سمحتوا من فضلكم اللي يتفرج على الفيديو بتاعي يشترك معايا في القناة، لاني انا بدور على كل جديد وبقوله كده، فانا نفسي ان انتوا تساعدوني في الموضوع ده، بان انتوا تدعموني وتدعموا قناتي. يعني الواحد يا دوبك لسه كان نايم على يعني حاجة زي الزفت، جريمة الزنا دي بتاع الولد وامه، زنا المحارم. افوق الصبح على جريمة قتل. القصة حصلت في الدقهلية ساعة رمضان، واحنا في رمضان، شهر رمضان اللي المفروض ما يحصلش فيه اي موبقات، لا قتل ولا زنا ولا سرقة ولا اي حاجة. حصلت فيه جريمة قتل فظيعة. ايه هي ملخصها؟ ان في ولد بيشتغل حلاق، راح لمامته ساعة اذان المغرب، كان متعور في وشه وفي بطنه وفي ظهره وكله بيشر دم. مالك يا ابني؟ ايه اللي جرالك؟ كذا. اتخانق معايا من غير سبب وضربني. معلش يا ابني اقعد كل، واحنا مش عايزين مشاكل، انا هحلها لك. تقوم الام علشان هي طيبة، بدل ما تروح القسم وتبلغ وتعمل محضر، تقوم عاملة ايه؟ تروح علشان تتكلم مع ام الولد ده. وهم في المنطقة الولاد دي معروف عنهم ان هم بلطجية، هم واهلهم. كويس لغاية كده. قالت لبنتها عارفة يا بنتي عنوانهم؟ قالت لها عارفة يا ماما. قالت لها طب تعالي وديني. وهم رايحين في السكة قابلت ابنها الوسطاني العريس اللي متجوز بقاله 6 شهور، وكان وقتها مراته حامل، وهي مفروض الأيام دي بتولد. المهم ابنها قال لها راحة فين يا ماما؟ قالت له يا ابني اخوك راجع مضروب وكده، وانا راح اشوف الست دي يعني تبعد ابنها عن ابني وكلام من ده. يا ماما خلاص بلاش مشاكل وبتاع. قالت له لا يا ابني مش هينفع، هقول لها بس مش اكتر. ما كملوش الكلام، كانوا قربوا من بيت الست المفترية، الله ينتقم منها ومن عيالها. ويبقى في قصاص كده، يعني نشوف فيها أسود حاجة. المهم الست لسه بتتكلم مع ابنها، لقت الست اللي هي أم الولد البلطجي عمالة تحدفهم بالطوب، هي وشوية عيال كده معاها. قالت لها انت بتضربيني ليه وبتحدفي علينا طوب ليه؟ ده انت وابنك عمل في ابني ومعرفش ايه. وقالت لها وهيعمل كمان. وراحت منادية على ولادها الاتنين البلطجية، منهم الولد البلطجي اللي عور ابنها واخوه التاني. قال كل واحد جاي بسكينة، قالت لهم صفوا لي اي حد يجي هنا، تحريض مباشر على القتل. راحوا الاتنين رايحين. الولد اللي عور ابنها الاولاني، ابنها الاول قال لها ماما ارجعي ورا، ولسه بيقول لاخته ارجعي ورا عشان يبعدوا ويمشوا قبل ما يضربوهم بالسكينة. كان الولد اللي هو ضرب اخوه مناوله واحدة سكينة في جنبه، جت على الكلى وفي بطنه. الولد قعد يترنح، يطلع قدام ويرجع ورا، يطلع قدام ويرجع ورا. وامه قالت له ليه عملت كده؟ وليه ضربت ابني؟ وليه مش عارفه ايه؟ قبل ما الولد كان يقع، اخوه التاني البلطجي التاني قال لها وخدي دي كمان هديها له، وراح زهده سكينه تانية في قلبه. الولد طبعا ما تحملش، راح واقع في الارض، الدم بقى في كل حته حواليه. آه ما كملش لحظات كان مات. الولية قعدت تعيط جنبه، وليه عملتوا كده في ابني وحرام عليكوا والكلام ده كله. لقينا الست المجنونة أم العيال البلطجية إليه يقطع إيديها وإيديهم،
راحت جاية جايبة حديدة وراحت ضرباه بيها على دماغه وهو ميت، وهو طلع الروح ومات. طبعا اتقبض على الأم واتقبض على عيالها، الأم بتهمة التحريض والقتل والعيال بتهمة القتل. وراح ضحية ولد لا ليه في الدور ولا في الطحين، مستني كان يشوف ابنه ونازل علشان أكل عيشه، بيشتغل في البنا وفي الحاجات دي عشان يقدر يجيب أجرة يوم ب100 جنيه يأكل نفسه يأكل مراته، بر بأمه وبإخواته. هي كده الدنيا بتاخد أحسن ناس. بس أنا برضه بقولك يا ست الحاجة، انت بدل ما كنتي رحت لهم برجليكي وخدت ابنك الغلبان اللي لا ليه في الطور ولا في الطحين، كنت رحتي الأول للقسم. لكن ده قدر ومفيش حد بيهرب من قدره، وهتتوالى الجرائم الغامضة المفزعة طول ما احنا بالأخلاق القذرة دي. والله يكون في عونك يا حاجة، الله يكون في عونك. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وأتمنى تحطوا لي لايك وشير وتشتركوا معايا في القناة، علشان لسه هجيب لكم ولسه ياما في الجراب يحاوي. وأتمنى أكون عند حسن ظن حضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.